توا فهمت علاش الجزائر رفضت الأسطول في ميناء في أحد الموانئ الجزائرية، بالرغم إن الجزائر عندها الدفاعات الجوية نتاعها متطورة جدا، يعني عندها طائرات عسكرية روسية اللي إسرائيل ما عندهاش، عندها السفن، عندها الغواصات اللي اسمها الثقب الأسود، ما عندش حتى دولة عربية، وبالرغم هذا كله رفضت استقبال الأسطول في موانئها. علاش؟ على خاطر الجزائر كانت متأكدة أنه الأسطول أغلبيته موساد، أغلبيته جواسيس، أغلبيته مخابرات أجنبية. علاش نحن في تونس جونا وضربوا شهر وهم لازقين في سيدي بوسعيد؟ برا عاد توا تونس أغلبيتها باش تولي موساد، وأغلبيتها جواسيس، وأغلبيتها مخابرات. ندعوا بالطب ونموتوا بالعلة. برا قلعهم تو من غادي. وائل نوار ذاك التاريخ مزبل، جيت نعمل عليه في بحث لقيته تابع الوطد أغلبهم من خونة. قيس سعيد لازم يتحرك في أقرب وقت، يقلع الخروات يسيبهم يمشوا، واللي ما حاجتوش باش يمشي يطلع من البحر. السفينة التونسية تقعد غادي، والسفينة الماهيش تونسية يصادروا والديها يحطوها لصالح الدولة التونسية وشدوا ماليهم ما بحثوه. هكا تو ولينا بلاد سايبة للهب وللدب، تز شلاكتك وادخل هكا هو.